السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كل شيء وليه حل، أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل، يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من العدوى بتقول محتاج أنصح أمين. أنا اعترفت لجوزي بخيانتي له مع ابن عمي لأني ما كنتش عارف أنام وضميري بيأنبني كل ليلة وهو نايم جنبي، وكان رد فعله كأنه مش مصدقني وبيفتكرني بهزر ولا بضحك معاه، بيقول لي استغربت ونام كويس لغاية ما حلفت له إن أنا تعبان وعايز أرتاح وعايزاك تسامحني. قال لي إذا كنت فعلا صادقة في كلامك وحاسة بغلطتك وناوية على التوبة فأنا بقول لك ربنا يغفر لك ويسامحك، وخلي بالك من نفسك لأن عندك بنات عرايس وسابني ونام. تاني يوم كان شعوري كل ما بينظر في وجهي كأنه بيحتقرني، وبدأت أشعر بإذلال من نظراته، وحسيت إنه مبقاش زي الأول معايا في المعاملة. أوقات كتيرة بينام لوحده بالرغم إنه لم يوجه لي أي كلام جارح، بس نظراته بتذبحني كل يوم. وفجأة لقيت نفسي ندمانة إني عرفت جوزي ومبقتش طايقة العيشة معاه، وكل اللي على لساني إني طالبة الطلاق أرحم من نظرات عيونه كل ليلة وهجراني ليا في السرير. تفتكروا هو تصرفه صح ولا أنا غلطان؟ بص، مبدئيا يعني انت عملتي ذنب وذنب كبير، تمام، وادعي ربنا يغفر لك وتوبي عنه توبه نصوحه، تمام. وانت غلطتي، انت المفروض حصل معاك حاجه زي كده ما كنتش قلت لجوزك، تمام. هو ربنا استرها معاكي فخلاص، انت حاجه زي كده كنت خليتها بينك وبين نفسك عشان خاطر العواقب اللي هتحصل فيها ما محدش يعرف يقدرها صح. فانت اخطات في النقطه دي ان انت قلت لجوزك، تمام. انا معاك ان ضميرك مأنبك ودي حاجه كويسه فيك ان ضميرك حي وكده، بس انت ما كنتش قلت لجوزك دوت يعني ايه مبدئيا عشان ربنا صدرك، فخلاص ان المفروض ان انت ما كنتش عملت كده، كانت حاجه بينك وبين ربنا، وكنت الموضوع ده اتقفلتيه خالص وتوبي بجد. يعني موضوع ان اللي انت عملتيه صدقيني موضوع ماما قلت لك صعب جدا، واللي انت عملتيه دوت ذنب كبير فوق ما تتخيليه. ده بالنسبه ايه للجزئيه الثانيه. بالنسبه لجوزك، جوزك ده والله والله راجل محترم وراجل ابن اصول وراجل يعني قليل اول ما تلاقي حد في الدنيا زيه. انت المفروض اصلا تحمد ربنا، ربنا ادالك راجل زي كده. يعني صدقيني ردة فعله دي لو ده اللي دلت انه انسان محترم وانسان عاقل وانسان متربي. يعني في الوقت الحالي لما ست، يعني اي حد يتخيل فينا، يعني ربنا مكتوبها لحد يتخيل مثلا مراته تعترف حاجه زي كده مش هيبقى رد فعله كده. هو الراجل خديها قاعده، انت خلاص انت سقطت من نظره دوت، ده حق، اصل هو ما فيش راجل يبقى عن نفسه الكلام دوت. انت زعلانه بنظرات، طب يعني انت مش شايفه ان انت ذبحتيه؟ مش شايفه ان انت عملتيه دوت جريمه؟ انت قتلتيه، انت عنتيه في اغلى واهم حاجه يملكها في حياته، انت عنتيه في شرفه، شرفك ما هو شرفه، تمام. فانت اصلا انت اللي ذبحاه وزعلانه كمان ان هو بيبص لك بصه، يعني سبحان الله، يعني معلش دي مش عارفه اوصفها لك ازاي. فالغلط كله من اوله لاخره، من اوله لاخره عند حضرتك. فبالتالي انت مستكتره عليه انه طب ما ده طبيعي انه يعمل معاكي كده، طبيعي انه ما يكلمكيش. صدقيني اللي انا عايز اوصلها لك، اللي انا فهمته من القصه، جوزك بيتعامل معاك ومش عايز يخرب البيت وهدوءه في رد فعله والله ما عشان خاطرك، عشان خاطر بناتك. هو قالها لك في الكلام، عندك بنات على وش جواز او عندك بنات عرايس. فهو خلاص انت بالنسبه له ما ان انت اللي عملتيه دوت، يعني لو قعدت من دلوقتي لاخر يوم في عمرك تستسمحيه فيه وما سامحكيش حقه. يعني الموضوع دوت الخيانه يا جماعه في نقط معينه ما صعب احنا نسامح فيها، تمام. احنا بشر في الاول وفي الاخر. فاللي انت عملتيه دوت لو قعدت من هنا 100 سنه قدام تعتذري له او يعني تحاول انت تصلحي الغلط فمش هتصلح معاه. فهو معنى ان هو سكوته معاكي وما اتجوزش معاك وما غلطش فيك ولا الكلام من ده ومختصرك ان هو عامل حساب بناتك، عامل حساب البيت دوت ما تخربش. لا كمان انت اللي طالبه الطلاق. يعني صراحه انا مستغرب لعقليتك. انت اولا انت اللي عملت الغلط، تاني حاجه وانت اللي اعترفت بالغلط، وفي الاخر زعلان. طب ما انت طالبه منه ايه؟ يعني طالبه الراجل يعني هو الراجل ما عملش اي حاجه. الراجل يعني انت مستنياه انه مثلا كان يقوم يقتلك او يقوم يدود عليكي؟ ما انت موضوع القصه صح انا مستغربها. بس صدقني اللي انت عملتيه غلط وغلط كبير، وانت اكيد يعني ايه عارفه كده وحاسه بكده. والراجل اللي معاك اللي انت متجوزاه ده راجل محترم جدا، صدقيني ما تخسرهوش. وحاول على قد ما تقدري تكفري عن ذنبك اللي انت عملتيه واستحملي اي حاجه يعملها منك. صدقني هو الراجل ده ما عملش معاك اي حاجه، الراجل ده والله بكلمك فعليا من الرجاله قليله جدا. يعني ربنا يبارك لك فيه، ربنا يبارك له في عقله، تمام. صدقني انت غلطانه ومش هقدر اقول لك اكتر من كده. مشكله عضو خطيب بيقول انه مش هيكتب ايمن، الايمن مش من حقي. بابا قال له الكلام ده لما تبقى انت مش مخليها جايبه حاجه واخدها وشدت هدومها ساعتها تقول كده. قال له لا هي بتجيب لان ده فرض عليها وبعدين انتوا مش هتجوزوها ببلاش. بابا قال له يا ابني خلاص اكتب قايمه بحاجتها هي بس، وبعدين انت كده محسن انت مش شاري بنتي. قال له لا والله هكتب قايمه بحاجتها لان حاجه ما دام دخلت شقتي ما تبقاش من حق بنتك يا حاج. بابا عاوز يفركش ويقول لي انا مش هفركش عشان القايمه، بيقول لي انا فركش عشان مش حاسك هترتاحي معاه وانا بحبه. بابا سايب لي حريه الاختيار وقال لي انت حره.
هو صح، خطيبي صح. بص يا ستي، هو مبدئيا نص كلامه صح ونص التاني غلط. بالنسبه للجزء الصح في كلامه ان مفيش حاجه في الشرع اسمها القايمه، والقايمه دي مش من حقك، وده زي ما اتكلم في اكتر مره، دي موروث يهودي، تمام. اما بالنسبه اللي هو النص التاني اللي هو بيتناساه او بيتغاضى عنه، ان هو في الشرع ان انت مالكيش حاجه اسمها قايمه، بس انت مالكيش او غير مطالبه انت باي حاجه. المفروض في الشرع ان الراجل هو اللي بيجهز البيت، هو بيجيب البيت وبيجهزه من كل حاجه حتى هدومك، انت حضرتك ملزمه منه هو، تمام. فانت لما تتكلمي معاه قولي له انت ما دام بتتكلم بالشرع، ايوه انا فعلا ماليش حاجه اسمها قايمه، بس انا ماليش في الشرع برضه ان انا اجيب اي حاجه في البيت، شنطه هدومي انت المفروض تجيبها لي، انت ملزم بكل اي حاجه، تمام. ده بالاضافه طبعا للمهر والمؤخر والكلام ده كله، تمام. ده بالنسبه للنقطه دي. انا ليا راي لازم، يعني ليا راي احب اقوله لك. يعني اسمع كلام والدك، والواضح من اسلوبه اللي انا استشفيته من كلام انت بتقوليه. طبعا انا يا جماعه احنا بنحب نوضح موضوع ان احنا شايفين نص الحقيقه، يعني انا بتكلم على اساس الكلام اللي حضرتك قايله لي. فاللي انا استشفيته من الكلام اللي انت بتحكيه والقصه بتحكيها ان هو اسلوبه مش كويس، يعني ما تجيش بالطريقه دي. ويعني ابو والدك راجل محترم، يعني ربنا يبارك لك فيه. يعني هو بيقول لك حتى ان هو القصه والخلاف معاه مش موضوع ان هو يكتب ايوه ولا لا، بس هو حاسس ان هو هيتعبك، وفعلا والله لو بالعقليه دي، العقليه دي هتتعبك جدا، لان العقليه دي شايفه اللي ليها مش شايفه اللي عليها. يعني شايفه النص ان انت فعلا مالكيش حاجه في القايمه دي، مش موجوده في الشرع، بس ناسي ان الشرع اصلا فرض عليه ان هو يجهز كل حاجه. اما بالنسبه له الكلام بيقولوا لك ان انت مطالبه والحاجه دي ولازم تساعد في الجهاز، لا الكلام ده هو بياخد الشرع، قولوا له الشرع ربنا في كل الحالات، مش تاخد اللي على مزاجك كل مزاجك تقول عليه لا. فانا شايف تسمعي كلام والدك وباذن الله خير يعني، ووالدك صدقيني عارف الصح. وفي النهايه اتمنى الحلقه تكون نالت اعجابكم وتكونوا فكره في حل المشكله. ولو في اي حد بتواجه اي مشكله فما ترددش وتواصل معانا، وهيلاقي كل المعلومات اتصال بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. تواصل معانا واحنا ان شاء الله نحاول نساعده في اقرب وقت. وكذلك ما تنساش اللايك، اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها صانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير، وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين ولبنان بالدعاء، ومحاوله نشر الروايه السرديه الفلسطينيه في كل مكان. وطبعا المقاطعه يا جماعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع، واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء. باذن الله ربنا ينصرهم. دمتم في ود ولقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.